كنيستنا صاحية وواعية وبتقدم بحبها، بتقدم كل حاجة مجانية، وبتقول للناس في اليوم ده تعالوا عندكم دواء ببلاش، تعالوا خدوه. طب احنا كده اتكلمنا عن سر مسحة المرضى او القنديل العام، عرفنا ان هو بيتكون من 7 صلوات. طب في حاجة احنا عايزين نعرف يعني ايه قنديل اصلا، وايه الفرق ما بين القنديل وما بين صلاة تبريك المنازل؟ تمام. كلمة قنديل هي كلمة اسمها كانديليون، هي عبارة عن زيت وفتيلة ونار، وكل حاجة ليها إشارة وليها معنى. ليه الزيت؟ لأن الزيت ده بيشير للروح القدس. وليه بنحط قطنة لونها أبيض ناصع؟ لأن اللون الأبيض الناصع ده بيشير للإنسان المؤمن وحياة النقاوة اللي هو بيكون عايش فيها. بنولعها علشان النور ده هو نور المسيح، لأنه هو نور العالم. ودايما في الكنيسة بنلاقي أو ببعض الكنايس إن هي بتكون حاطة قدام صور القديسين، بتكون حاطة القنديل وبيكون منور، بس ما بنحطش القنديل ده قدام صورة السيد المسيح، لأنه هو المصدر، هو نور العالم، فبنحطش قدامه القنديل ده. وكلمة قنديل برضو جاية من كلمة الانجليش اللي هي جاية من كاندل دي معناها شمعة. والفتيلة دي كمان بتشير للإنسان المريض اللي هو، وبنغمسها كمان بالزيت، لأن هو أصلا لو الفتيلة من غير الزيت اللي هو بيشير لعمل الروح القدس، الفتيلة هتتحرق. وكمان الفتيلة بتكون مبرومة من فوق، ودي بتشير للإنسان المنهك من التعب، ولو هو اتذمر وما حسش بعمل الله معاه اللي هو الزيت، الإنسان ده هيتحرق. ولو هو فعلا كان حاسس بحكمة ربنا وشاكر ربنا على التجربة اللي هو فيها، والبخور اللي احنا بنقدمه او بنرفعه اللي ابونا بيرفعه في الوقت ده اثناء الصلوات علشان يسعد صلواتنا وربنا يشتمها برائحة زكية وتكون مقبولة امام عرش النعمة. رقم 7 بالذات او 7 فتايل لازم يكونوا مش اقل من 7 ولا اكتر من 7، لان هي ليها رمز. رقم 7 بيشير الى الكمال، كمال عمل الله معانا. فرق ما بين سر مسحة المرضى وسر تبريك المنازل. سر مسحة المرضى ليه شرط ان هو لازم يتعمل قبل التناول، يعني ان انا لازم اكون صايم، وكمان بيتعمل بالزيت. لكن سر تبريك المنازل ده بيتعمل في اي وقت، بيتعمل في اي يوم من ايام الاسبوع، ومش شرط ان هو يكون صايم، يعني مش شرط الاشخاص اصحاب البيت يكونوا صايمين، وبيتعمل كمان بالميه. وتبريك المنازل ده للبركه، اما سر مسحة المرضى للشفاء. افهم من كده ان الفرق بين الاتنين ان سر تبريك المنازل هو يعتبر بركه للبيت والاهل البيت، مش لازم نكون صايمين. لكن سر مسحة المرضى يعتبر بيتعامل معاملة الصوم القداس بالظبط. مظبوط. طب أنا عندي سؤال. في آية في رسالة معلمنا يعقوب بتقول أمريض أحد بينكم فليدعو القصوص الكنيسة فليصلوا عليه وذنوب الزيت وصلاة الإيمان تشفي المرضى. طب هو سر مسحة المرضى بتلغي الطب، بتلغي الدواء؟ لا طبعا، دي ما لهاش علاقة خالص. لكن هو الموضوع كله ان احنا لازم نلجأ لله قبل ما نلجأ للدواء. زي مثلا عندنا مثالين من الكتاب المقدس، يعني مثلا المرأة نازفة الدم راحت للأطباء وكلهم احتاروا في علاجها وما قدروش ان هم يوقفوا الموضوع ده خالص، ومجرد ان هي لما لمست توب السيد المسيح اتشافت في الحال. المثل التاني اللي هو أسى الملك اللي هو ملك يهوذا، لما برضو لجأ للطب وفي الآخر الكتاب بيقول إن أماته الله. لكن زي ما قلنا إن هو لازم إن هو يلجأ لربنا في البداية خالص. وطبعا ما نشكش في السر أبدا لو الشخص ده بعد لما اتمسح من السر إن هو ما اتشافاش، يعني احنا ما نشكش في الموضوع ده، لأن دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. وبالنسبة للموت الجسدي ده بيرجع لكذا حاجة.
يعني اولا طبعا هي بتكون اراده ربنا، وان السر ما بيمنعش خالص الموت الجسدي. يعني مش معنى ان انا خدت السر المقدس سر مسحه المرضى معنى كده ان انا عمري ما همرض ولا عمري ما هموت، لا، ده طبعا ده بيرجع لاراده ربنا اولا، او ممكن ده بيرجع على حسب الايمان. الاحتمال الثالث عدم استحقاقنا، واولا واخيرا هنرجع نقول برضو بيرجع لإرادة ربنا وسماح ربنا فوق كل شيء. وانا كده عرفت ان هو لازم طبعا في حالة ان حد كان مريض مرض جسدي لازم طبعا يروح يتابع مع دكتور، ياخد العلاج، يسمع كلام الاطباء، دي حاجة طبعا مهمة، بجانب طبعا جنب الصلاة وان هو يكلم ابونا يصلي له او يترشم بزيت مسحة المرضى. طب هو في سؤال ليه علاقة برضو بالقنديل او بسر مسحة المرضى. هل في شروط معينة ان انا انول السر ده ولا في اي وقت وعادي؟ لا طبعا بيكون في شروط. اول حاجة ان احنا السر ده لازم نكون صايمين، لما نتمسح بيه لازم نكون صايمين. تاني حاجة الايمان. تالت حاجة المصالحة مع الآخرين. وفي حاجة من ضمن الشروط برضو من السر، سر مسحة المرضى مرتبط ارتباط كبير قوي بسر التوبة والاعتراف. ليه؟ لأن سر التوبة والاعتراف بيشفي الإنسان روحيا، لكن سر مسحة المرضى دي بيشفي الإنسان جسديا ونفسيا. وعلشان كده ابونا بيصلي القنديل العام او سر مسحة المرضى قبل ما يبدا القداس، علشان لازم نبقى صايمين مستعدين كاننا هنتناول بالظبط. طب في سؤالين صغيرين. احنا اتكلمنا عن الفتايل اللي هي بتبقى معموله من القطن ولونها ابيض. الزيت بيبقى نوع ايه؟ هل زيت اي حاجه عاديه ولا ليه طبعا حاجه معينه؟ وتاني حاجة ابونا بيرشمنا في الجبهة في الايدين، الجبهة بس الايدين بس. الرسومات بتبقى في الجبهة وفي الرقبة وفي الايد الشمال وفي الايد اليمين. وبالنسبة للزيت لازم يكون زيت زيتون، وده تحديدا ليه برضو سبب او ليه رمز، لان شجرة الزيتون دي طول الوقت خضرة وطول الوقت مثمرة وثمرها كتير. علشان كده احنا بنستخدم زيت الزيتون ده لانه بيبقى اشارة للحياة الدايمة اللي هي بلا موت. احنا وصلنا لاخر حلقتنا من اول حلقة في سلسلة حكايات من زمن ما فاتش. انبسطنا ان ميرنا كانت معانا، اتعلمنا حاجات كتيرة، عرفنا حاجات اكتر عن جمعة ختام الصوم، طقس القداس، الالحان، سر مسحة المرضى او القنديل العام بالسبع صلوات اللي فيه، 7 فتايل. عرفنا ان هو لازم بجانب الصلاة في الكنيسة او ابونا يرشمنا من سر مسحة المرضى، لازم طبعا ان كان في حالة المرض لازم برضو نتابع مع دكتور ناخد الدواء. العفو يا امير، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعني يملانا كده بالنعمة والبركة. كل سنة وكلنا طيبين ان شاء الله. حلقتنا الجاية بداية رحلة جديدة، استنونا في الحلقة الجاية من سلسلة حكايات من زمن ما فاتش.